بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. يا رب ببركة مرجرجس كله يبقى فرحان وسعيد وشفاعته قدام ربنا تشفع لنا دايما يا رب، لينا ولأولادنا ولبيوتنا دايما يا رب. حكايتنا النهاردة مع حكاية القديس مرجرجس، القديس البطل القوي اللي خد 7 أكاليل وشفاعته دايما منورة في كل مكان، وكل الناس بتشفع بيه كبطل قوي رفض كل شيء عشان إيمانه بربنا ودافع عن كل ذرة للحق عشان خاطر الفوز باسم ربنا والملكوت. فهو اتولد سنة 280 ميلاديا في مدينة كوبودية في آسيا الصغرى. ولما استشهد والده عشان كان مسيحي كان هو سنه 17 سنة، وكبر على إيمان ربنا والإيمان بيه والحفاظ على عهده معاه طول الوقت. وكانت والدته دايما بتنميه على نفس الإيمان ونفس طاعة الله طول عمره، من أعمال الفضيلة وأعمال الخير وتوزيع على الفقراء والمساكين ويرعاهم ويقف جنبهم دايما. وفي نفس الوقت ده انضم القديس مرجرجس وهو في سن 17 سنة للجيش، ونال العديد من الانتصارات والنجاحات وهو لسه كده صغير، حتى انه اتلقب بالمدافع عن الشعب. وفي سن 20 سنة انتقلت والدته للسماء، وعشان كده هو ابتدى بقى يوزع في أمواله ويوزع على الفقراء وهجر المكان كله. لكن في نفس الوقت الإمبراطور طلع منشور بعبادة الأوثان والتبخير ليها، وكان ده وقتها كان القديس مرجرجس في اسكندرية في مصر. وأول ما شاف المنشور القديس مرجرجس مسكه وقطعه، وكان من جنود الحاكم الإمبراطور إن خده وعشان ينال عقابه أمام الإمبراطور. لكن علاقة القديس مرجرجس بالحاكم كانت كويسة، فاستعجب ازاي القديس مرجرجس يعمل كده، ووعد بوعود كتيرة عشان يثنيه عن اللي عمله، وقال له هعتبر نفسي ما شفتش اللي انت عملته. لكن القديس مرجرجس أصر على ان هو ايمانه بالسيد المسيح اقوى من اي شيء، واقوى من ناشين، واقوى من مرتبته في الجيش، وهو ايمانه اعلى من كل دوت، ومفيش مناصب تقف قدام ايمانه بربنا. قدام ده كله أمر بحبسه ولجأ لحيلة شريرة إنه يبعت امرأة لتغويه وتوقعه في الخطية. لكن ربنا خلى قلبها تتفتح للإيمان وأمنت بربنا، فكان من الإمبراطور إن خدها وقطع رأسها فنالت إكليل الشهادة في الحال. وطبعا أمر بتعذيبه على الهمبزين وجره بالحديد بحجر تقيل والتعذيب والجلد، ورميه في الآخر في الزنزانة. فكان المسيح ظهر له في الزنزانة مرة تانية وقواه وخلاه يقوم سليم معافى أكنه ما حصلوش حاجة أبدا. فضل الحاكم يعذب في القديس مرجرجس لمدة 7 سنين بجميع أنواع العذابات، لكن كان دايما المسيح والملاك بيظهروا له يقووه ويعفوه تاني أكنه ما حصلوش شيء. وبسبب ده كله آمن بيه ناس كتير من جموع كتير بمعجزات اللي حصلت قدامهم وشايفينها بعيونهم، فأمر بقطع رأسهم جميعا ونالوا إكليل الشهادة. أما الإمبراطور الوثني الحاكم فقد مات موتة بشعة نتيجة عدم إيمانه ونتيجة تعذيبه للقديس مرجرجس. ونال القديس مرجرجس هو كمان إكليل الشهادة بقطع راسه وتعذيبه لمدة 7 سنين. بركة صلوات القديس مرجرجس تكون معانا ومعاكم أمين، وشفاعته تشملنا في كل بيت ولعيالنا وأشغالنا، وفي كل طريق قديس مرجرجس يشفع لنا أمام ربنا دايما يا رب. ومن أعياد القديس مرجرجس اللي بتحتفل بيه الكنيسة القبطية عيد استشهاد القديس مرجرجس في 23 برمودا، وتذكار تكريس كنيسة مرجرجس في 7 هاتور، وتذكار نقل جسد مرجرجس في 16 أبيب. والسلام ليك يا مرجرجس ذو الاسم العجيب، اختارك الرب القدوس. تقدمت أيها المختار إلى دقلديانوس وأغزيت كل الكفار بعلامة بستافروس. رآك دقلديانوس وعلى وجهك النعمة، جميل في شخصك تضيء مثل النجمة.
7 سنوات عدة يقاسي في الأتعاب، واحتمل كل شدة في محبة رب الأرباب، و3 ميتات قد مات على احتمال رب القدوس، وحبا في رب القوات المحيي كل النفوس. وفي رابع موتة نال الأكاليل، ونال الشهادة وأخد 7 أكاليل، ظفر من نعمة من عند رب القدوس. السلام لك يا بطل يا قائد كل الفرسان، يا من أجلك غزيت جميع عباد الأوثان. السلام لك يا قديس يا ابن أنستاسيوس، يا جسد نقي يا عبد إيسوس بخريستوس. تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين، الكل يقولون يا إله القديس مرجلجس أعنا أجمعين. بركة القديس مرجلجس تكون معاكم ومعانا أمين. وما تنسوش تشتركوا معانا في قناة نور القديسين يفرح. ربنا دايما يفرح قلبكم بكل غالي، واذكرونا دايما في صلواتكم. ما تنسوش الاشتراك واللايك الحلو من ايديكم عشان نكبر بيكم وليكم. واذكرونا دايما يا رب في صلواتكم، وانا كمان هذكركم في صلواتي. وربنا يكون معاكم ومعانا دايما يا رب، امين.